السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كويسين في الجو البرد ده والتكتكة دي والهواء والبرد والتراب اللي ممالين المكان. يلا بقى نعمل مع بعض كده كيكة لزوم البرد ده، تشرب عليه شاي نسكافيه، شاي بلبن، شوفي انت بتحبي ايه. معايا هنا هنعمل كيكة التايجر النهاردة. معايا هنا 2.5 كوباية من الدقيق، نخليهم كويس قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو دخلتهم كويس جدا عشان يخرجوا كل الهواء اللي جواه. معايا هنا 3 معالق من النشا، ده عشان الكيكه تبقى مقرمشه كده وناشفه، ما تبقاش طريه قوي، وبتديها تست حلو قوي. معايا نطره ملح صغيره جدا، وكمان باكت من الكيك شيف. بسم الله بالشكل ده اهو. هنقلب كل ده الاول خالص قبل اي حاجه. دي كده المكونات الجافه معايا: دقيق 2.5 كوباية، و3 معالق كبار من النشا، وظرف من البيكنج باودر، ورشة ملح صغيرة جدا. هنسيب كل ده بقى على جنب ونيجي بقى نعمل المكونات السائلة. المكونات الجافة بقى انا اسفة، المكونات بقى السائلة معايا 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. بسم الله. في الخلاط كل ده هينضرب مع 1.25 كوباية من السكر. اهم حاجه الكوبايه اللي تعايري بيها الدقيق هي اللي تعايري بيها السكر، هي اللي تعايري بيها اللبن. لازم كل حاجه تبقى قد بعضها. ومعلقه خل صغيره كده. هنضرب كل دول مع بعض الاول كده، وبقت معايا باللون الفاتح ده كده زي ما انتم شايفين. هضيف بقى عليها اللبن واضربها تاني. بسم الله. بعد كده هضيف 1.25 كوباية من السمنه على زيت، او زيت بس او سمنه بس. اهم حاجه يكون الزيت ريحته حلوه وطعمه حلو. انا الحقيقه ضايفه سمنه بلدي على زيت. بسم الله بالشكل ده اهو. وهضرب كمان نص دقيقه، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. طبعا ما ننساش ظرفين الفانيليا، والحقيقه ان انا كنت نسيتهم بس الحمد لله افتكرتهم. الدقيق معايا اهو، هنزل عليه بالمكونات السائله بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده اهو. وهقلبه كله على اتجاه واحد وبالراحه خالص. بسم الله. وصلت معايا بالقوام ده اهو. هنحاول بقى نقسمها نصين. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. نحاول نخليها قد بعض بالشكل ده اهو. هجيب النص التاني ده وهضيف عليه 3 معالق من الكاكاو. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هتبقى هي اتقل من التانية، فهجيب لها 3 معالق من اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده اهو. وهقلبها عشان تبقى نفس القوام بتاعت اللي هي بالفانيليا اللي لوحدها دي اهو. بسم الله اهي لحد ما وصلت معايا بالشكل ده اهو. هجيب بقى صينيه متبطنه زيت على سمنه، انا اسفه، متبطنه زيت على دقيق، وهنزل بقى بالكيكه بتاعتي. اهم حاجه بقى واحنا بننزل تبقى متساويه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بسم الله. هننزل شويه فانيليا بالشكل ده اهو، وشويه شوكولاته. بسم الله. شويه فانيليا، شويه شوكولاته، وهكذا لحد ما اخلص كل الكميه بتاعتي. لحد ما خلصنا الكميه كده هلخبطها بالشكل ده اهو. بسم الله. وهنجيب اي خله
وهنعمل اي شكل عشوائي فيها كده. بسم الله اهو. وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180 طبعا، تولع مسبقا. وده شكل الكيكة بتاعتي اهي بعد ما طلعت من الفرن. هنسيبها تهدى بس دقيقة واحدة. طبعا جربناها كلها، طلعت الخلة بتاعتها نظيفة يعني مستوية وزي الفل. سيبها بس دقيقة تهدى شوية وبعد كده نقطعها. وده شكل الكيكة بتاعتي بعد ما انا قطعتها. عايزة اقول لكم تحفة، والشكل والريحة والطعم رهيب. جربوها بقى وان شاء الله تعجبكم مع كوباية شاي بقى كده في البرد ده، ما اقولكوش حكاية. بسم الله الرحمن الرحيم. رهيبة، جربوها على ضمانتي. يلا اترككم في رعاية الله. باي باي.